حكايتنا النهاردة من حكايات سمعناها زمان، بس لسه عايشة معانا حتى الآن. خلينا أفكركم إن حكاياتنا لكل الأعمار، كبار وشباب وصغيرين كمان. تعالوا نسمع الحكاية. كان يا مكان راجل من فلاحين زمان اسمه سالم. من وهو صغير يعمل العملة، وإن حد سأله يرد ويقول مش أنا مش أنا. سالم كان بياخد حاجات حلوة مش بتاعته، ياكل الفطيرة والحاجات الحلوة، ولما اخواته واصحابه يسألوه يقول لهم مش أنا مش أنا. لحد ما سالم كبر، لكنه اللي فيه فضل برضه فيه، يعمل العملة ويقول مش أنا مش أنا، وهو نفسه مش عارف ليه. بس في يوم من الأيام، وبعد ما سالم كبر وفي شغله بيلم محصول السنة، لقى جنب الشجرة حفرة كبيرة وباين من جواها كده صندوق كبير. راح سالم ناحية الحفرة وكمل في حفرها، ولما وصل للصندوق فتحه، لقاه مليان دهب وفلوس، وهو ولا عمره شاف كمية الدهب دي أو حتى الفلوس. بص سالم حواليه وهو متوتر، ولما اطمن إن باقي الفلاحين مش بيبصوا عليه، أخد الصندوق وروح بيه طيران على البيت، وبقى محتار يخبي الدهب والفلوس فين. قعد سالم ليلة كاملة يكلم في نفسه، يا ترى يا سالم تخبيه فين؟ جوه قدرة الفول؟ لا 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 لا. ولا هناك فوق الدولاب؟ لا 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 برضه لا، هيلاقوه. ولا في ضرفة الخزين؟ لا مش أمان برضه يا سالم. يا ترى فين الحتة الأمان اللي تكون مستخبية بعيد عن الحرامية؟ طب ليه كده بس يا سالم؟ مش كان المفروض تسلم الصندوق للعمدة صاحب الأرض اللي فيها المحصول؟ ولا انتوا ايه رأيكم؟ تعالوا هنشوف. وهوب سالم جاتله الفكرة، وقال لنفسه من غير دوشة وزيطة أنا هعمل حفرة كبيرة جوه الحيطة، وبعد ما اطمن إن محدش بيبص عليه ولا من باب أو شباك، عمل الحفرة اللي في الحيطة وحط جواها الدهب والفلوس اللي لقاها. ولأن الحاجة مش حاجته، سأل نفسه طب أعمل إيه عشان مفيش حرامية ييجوا هنا وياخدوا اللي جوه الحيطة ومخبيه عندي أنا. قرر سالم ينزل السوق، ولم الناس كلها حواليه وقال لهم أنا عاوز أقول لكم إن مش أنا مش أنا. سألوه الناس بتلخبط ليه في الكلام كده يا سالم؟ شكلك عامل عملة. رد عليهم وقال لهم مش أنا مش أنا. قالوا له الله، وراك إيه يا سالم؟ قال لهم أنا لا ورايا ولا قدامي حتى، بصوا كده، أنا بس عاوز أقول لكم مش أنا اللي حفرت الحفرة الكبيرة اللي في الحيطة وحطيت جواها صندوق الذهب والفلوس الكتيرة، مش أنا اللي لقيتهم، مش أنا مش أنا. الناس استغربوا وافتكروا سالم اتجنن، لكن الحرامي اللي معدي ما بينهم فهم الحكاية وقال هو بيقول كده ليه؟ ما يمكن فعلا جوه الحيطة حاطط دهب وفلوس. ووصل الحرامي بيت سالم، واللي حسبه لقى جوه الحيطة دهب وفلوس كتير. والحرامي وهو خارج من بيت سالم ومعاه اللي لقاه، كان كل ما يعدي على مجموعة من الناس يقول لهم زي ما سالم بيقول مش أنا مش أنا، لحد ما قبضوا عليه وكتفوه من إيديه وضربوه على رجليه عشان يفهموا حكايته إيه. والناس قالوا له بص بقى، لو ما اعترفتش بعملتك هنوديك للعمدة يحبسك، وهو بقى هناك يعرف حكايتك إيه. وحكاية مش أنا مش أنا اللي بتقولها زيك زي سالم دي كمان إيه؟ فكر الحرامي لثواني وقال يا رب سترك. واعترف الحرامي لباقي الناس بعملته، وإنه دخل بيت سالم وأخد اللي لقاه من جوه الحيطة، وقال لهم بس أنا تبت وبعملتي اعترفت، سيبوني الله يخليكم وما تودونيش للعمدة، خلاص حرمت. سالم كان بيتفرج من بعيد وقلق من عملته، وده لأن الذهب والفلوس يخصوا حد تاني ما يخصهوش. فكر مع نفسه برضه لثواني وقال يا رب سترك. قام قايل لهم وأنا كمان عاوز أعترف لكم إن الحاجات دي مش بتاعتي أنا،
وأنا والله حرمت أعمل العملة واخد اللي ماليش فيه وما يخصنيش وأقول مش أنا، تبت خلاص. وسلم سالم للعمدة الذهب والفلوس وأخد مكافئته، وكانت المكافأة هتروح منه لولا ستر ربه عليه. وقال للناس وعد مني من النهاردة، ومهما حصل مني ومهما حصل ليا، وأنا عملت كتير أو عملت شوية، هقول أنا اللي عملت ومش هقول تاني مش أنا مش أنا. شفتوا بقى؟ اللي يعمل العملة ويقول مش أنا هيجي وقته ويتكشف، وبين الناس يتكسف، ويتعرف عنه إنه مش بس كذاب، وكمان ما عندوش أمانة. طب كان ليه كل ده؟ خلينا فاكرين إن مفيش حاجة بتفضل متدارية ومستخبية العمر كله، فخليك في السليم يحترموك ويقدروك فين ما تكون. وأخيرا وليس آخرا، كن كما قال أحدهم: أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين الناس. بس كده، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. سلام.